رجل ولا أزكي أحدا على الله أحسبه من الصالحين. الراجل ده يا جماعة، هذا الرجل سنه عدى حوالي 75، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ما يعرفش لا القراءة ولا الكتابة، ولكنه عنده يقين في ربه وثقة في رب العالمين. لو وزعت على كثير من الناس لوسعتهم. بعض الناس يجي لك يقول لك أنا لما بحب أغسل قلبي بقعد مع الشيخ فلان يكلمنا عن ربنا. لا، أنا بقول لك أهو، وأنا على هذا المنبر أنا شخصيا لما بحب أغسل معدتي كلها أروح أقعد مع الراجل ده. بقول لك ما عارفش يقرأ ولا يكتب والله، بس سبحان الله عندما يكلمك عن رب العالمين الفطرة بتاعته بتتكلم وقلبه موصول. ولا أزكي على الله أحدا. الراجل ده يا جماعة فقير معدوم. الراجل ده عايش فين؟ والله زي ما بحكي لك كده، والله سيحاسبني على هذا الكلام. عايش في أوضة تحت السلم، تحت، عارف لما تخش مدخل بيت وتلاقي عشان تطلع السلم في ساعات حاجة تحت السلم. الراجل ده عايش تحت السلم. الأوضة دي لا يدخلها هواء ولا شمس. المهم من حين لآخر بقفل التليفون خالص، الموبايل بقفله وراح اقعد مع الراجل ده نص ساعة يغسل لي قلبي كده. فالمهم مرة قاعد معاه، والله هذا حدث، هو فقير جدا يعني انت تستشعر لو حطيت ايدك امام وجهه تحس ان ايدك هتنور. اي والله. ولا ازكيه على الله، لا يزكي على الله احدا نحسبه من الصالحين. وهو بيكلمك تستشعر ان بيضربك طلقات رصاص، كلامه بيجي في قلبك كده وجسمك بيقشعر ودمعتك بتنزل، حاجه عجيبه قوي. المهم فمره قاعد معاه فبقول له كلمنا عن ربنا. فالمهم قاعد يكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى. قال لي بقى كلمني انت شويه يا شيخ احمد. فكلمته، ذكرت له هذا الحديث اللي هو ان الله حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. فبحكي له الحديث ده، فتلاقيته شاور بايده كده، شاور لي كده، قال له اسكت. فسكت فبكى لوحده كده. فبقول له عم ماهر، انا قلت اسمه، بقول له انت بتبكي ليه؟ لماذا تبكي؟ فبكى. وهو بيبكي انا ما اعرفش هو بيعيط ليه، انا بكيت مش قادر. فبقول له بس قول لي بس انا ضايقتك في حاجه؟ قال لي لا. قلت له طب احكي لي بس ايه اللي حصل. فحكى لي والله يا اخوه انا سمعت هذا الموقف من فمه، ولا قراته في كتاب ولا حد حكاه لي، منه شخصيا وانا اصدقه. بيقول لي يا شيخ انا دخل عليا الشتاء ونفسي في جلابيتين شتوي ومفيش معايا فلوس اجيبهم، مش معايا فلوس. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي إيه وانا قاعد نفسي في جلابيتين شتوي. فالمهم وانا قاعد بفكر في الجلابيتين دول الباب خبط. باب ايه؟ ما تقوليش باب الشقه، باب الشارع، باب العماره، لانه ساكن تحت السلم. فالمهم الباب خبط، هو معاه عكاز كده، خرج فتح فواذا بشاب جاءه. الشاب ده بيجي له من حين لاخر يعني. فبيقول له عم ماهر انا ساسافر الى بلاد السعوديه، مش عايز اي حاجه اجيبها لك وانا جاي. فعم ماهر بيحكي لي بقى، بيقول لي انت عارف يا شيخ انا كنت لسه هقول له هات لي جلابيتين شتوي، خلاص هقول له. بيقول لي اتحرجت منه. اتحرج من مين؟ من الله. ده قاعد اوضه تحت السما ما بيمشيش اصلا، والله العظيم ما بيخرج من الاوضه دي الا على العنايه المركزه، هو مريض بيودوا له العنايه المركزه وبعد كده يجيبوه تاني. انا مره رحت ما لقيتوش، رحت لقيته في العنايه المركزه وهكذا. فالمهم بيقول لي ان اتحرجت من ربنا. فقلت له يا ابني تروح تجيب السلامه. يا عم ماهر مش عايز اي حاجه اجيبها لك من السعوديه، انا رايح مسافر السعوديه، قول لي بس نفسي اجيب لك حاجه. قال له يا ابني تروح وتيجي بالسلامه. والله شيء عجيب جدا، والله بيحكي له وهو بيبكي. فبيقول لي الشاب مشى خرج. فعم ماهر بقى بيحكي لي لا اله الا الله. بيقول لي يا شيخ والله انا رفعت راسي الى رافع السماء بلا عمد، ورفعت يدي ومش عارف ادعي ربنا بالجلابيتين. بيقول لي تخيل، مش عارف اقول له ارزقني بجلابيتين. اتلاقيت نفسي بعمل كده، يا رب جلابيتين، انا سبت لك الموضوع ده خلاص، انا وكلتك في الموضوع. جلابيتين شتوي، انا عايز جلابيتين شتوي. عم مار بيقسم لي بالله، بيقول لي انت عارف ايه اللي خلاني انزل ايدي؟ قلت له ايه؟ قال لي لقيت الباب بيخبط، يعني هو اللي قطع الدعاء، واحد حد بيخبط. بيقول لي رحت فتحت الباب، بيقسم لي بالله، بيقول لي فتحت الباب واذا بشاب ده لسه جاي من السعوديه. ده لسه، انت عارف الاولاني لو كان قال له هات لي جلابيتين كان هيجي بعد قد ايه؟ ما هياخد مدته ويجي بقى. انما الراجل ده رمى توكله كله على رب العالمين. فده لسه جاي من السعوديه وجايب شنطتين كبار كده
وقال له عم ماهر الشنطتين دول بتوعك وسلام عليكم، وقام ماشي. عم ماهر بيقول لي انا فتحت الشنطتين لقيتهم كلهم مليانين جلاليب شتوي. ايوه رب الكعبه. تعال بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله بيحكي لي وهو بيبكي، بيقول لي والله انا خدت الجلابيتين اللي طلبتهم منه ووزعت الباقي على الفقراء اللي حوالين بيتي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا حامل الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكاشف الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.